برامج لازم تكون موجودة على الكمبيوتر بتاعك. البرنامج الأول هو برنامج الخلفيات المتحركة. بتقدر بمنتهى السهولة تختار أي خلفية متحركة موجودة على البرنامج ده تستخدمها على جهازك، أو حتى تاخد لينك أي موقع أو أي فيديو موجود على اليوتيوب وتخلي الخلفية أو الفيديو بتاعك هو الموقع ده أو الفيديو ده اللي انت اخترته من على اليوتيوب. البرنامج التاني صدقني لازم تنزله. هو برنامج موجود فيه مجموعة أدوات مدهشة جدا، زي مثلا انك تختار صفحة أو برنامج تشتغل دايما فوق أي حاجة وتكون ظاهرة لك هي أول حاجة. كمان في أداة استخراج النص من أي صورة أو فيديو، يعني تقدر تاخد النص كوبي من جوه أي صورة أو فيديو موجودين عندك بمنتهى السهولة. ده بالإضافة لأدوات تانية كتير محتاجة فيديو لوحدها عشان تتشرح فيه، ولكن أنصحك تنزل البرنامج ده لأنه مفيد جدا. البرنامج الثالث هو برنامج بيخصص ليك ويغير ليك شكل الماوس أو مؤشر الماوس اللي موجود على جهازك. تقدر تختار ما بين الأشكال الافتراضية اللي موجودة على البرنامج أصلا، أو ما بين إنك تدخل على الموقع بتاع البرنامج وتحمل أشكال جديدة ومختلفة لشكل الماوس بتاعك. أنا شخصيا بستخدمه وأنصحك بيه.